السلام عليكم جميعا، اهلا بكم في فيديو جديد. هحاول ادخل معاكم في الموضوع طوالي زي ما شايفين شحنات كتيرة اللي هي متراكمة اهو. فما حابة الفيديو يكون طويل، بس قبل ما نبدأ ما تنسوا اللايك والشير وتفعيل الجرس، واذا ما مشتركين في القناة اتأكدوا انكم مشتركين عشان ما يفوتكم كل جديد. قبل ما ابدأ بس حابة اذكركم انه القناة كانت لها فترة قاطعة يا جماعة، فمحتاجين للشير، محتاجة للدعم بتاعكم عشان تنشط وعشان نتم هنا 1000 مشترك. هناك حصلنا 2000 وحاجة ولا قريب 3000. يلا خلونا نبدأ طوالي. بسم الله. زي ما شايفين دي أول حاجة معايا اللي هي دي ملايات بتاعت سراير. جبتهم واحدة باللون البينك والتانية باللون الجراي اللي هو تشاركول، ما لقيت الجراي الدارك جراي. زي ما شايفين الغرفة اللي أنا قاعدة فيها دي، وزي ما شفتوا في الفيديو اللي فات، كانت سعرات جزء من حاجاتي يعني اللي عملتها في الفترة اللي كنت مختفية فيها. كملت جزء من البيت، زي ما عارفين ان احنا رحنا في بيت جديد، فكل شوية محتاجة لحاجات جديدة. فطلبت الملايات دي لغرفة العيال اللي هو انا هسه حاليا قاعدة اصور فيها. البينك لفايزة، سرير فايزة، والجراي لسرير احمد. فزي ما شايفين اهو لقيتها حلوة شديد. اللي بعد طلبت برضو الحامل بتاع البيبيهات ده، لانه بيكون فيه مقفل كده وتقيل، ده صراحة بعد شوية ما بتلبس. كل ما الطفل يكبر كل ما هتضطر تغيروه، فدي سهل لبسه وفليكسبل يعني قدر البيبي توسعوه. اللي بعده اللي هو طلبت الشراريب دي او الجوارب احنا بنقول عليها شرابات. هي صراحة يونيسكس، صراحة قاعد يلبسوها الاثنين. فيوزا رجلها صغير شديد لسه بتلبس مع أحمد طبعا غايته. يعني هي ظريفة وحبيتهم، يعني كان جودتهم حلوة. اللي بعده اللي هو زي ما شايفين هنا ده كان بنطلون، صراحة كان هو عرض يعني أنا ما كنت عايزة أشتريه، لكن لقيته عرض 3 باوند بس يا جماعة. فطوالي طلبت جبته لأحمد برضو. اللي هو ده زي ما شايفين شوز أو جزمة لفايزة أكرمكم الله. مقاسها كبير زي ما قلت لكم. بنتي يا جماعة رجلها أصغر من عمرها، لسه بتلبس الحياة الصغيرة، فرجعتها صراحة. جبت الزيت بتاع البايتين ده عشان أجربه، وهوريكم نتيجته في تيك توك ولا حاجة. أخيرا يا جماعة زي ما شايفين جبت كاميرا أهو. الحمد لله فاينلي. يعني شوية تاني هيكون في فلوجات وفي فيديوهات كتير، عشان كده اشتركوا في القناة لو ما مشتركين لأنه هيفوتكم كتير. الجاي أحلى بإذن الله. صراحة التليفون التصوير ما مريح والذاكرة وكده، لكن الكاميرا خلاص هتسهل عليه الموضوع إن شاء الله بإذن الله. فاينلي يا جماعة قولي مبروك. أنا صراحة ترددت لأنه المونتاج بالكاميرا صعب شوية، يعني هتضطر تفتح اللابتوب وكده. لكن مونتاج التليفون صراحة سهل، في أي مكان أنا بقدر أعمل مونتاج وأعدل وأظبط وكده. فتاني الله المستعان، الله يعيني مع العيال. اللي بعده جبت البريس بوم دي او الشفاط ده للحليب. صراحة فادني كتير، صراحة حبيته يعني. كان في فترة الولادة وكده الحليب ما في، فلما تشفطوا كل ما تشفطوا الحليب بيجي بسرعة وكده. فكانت ظابطة شديد. هي كهربائية وما بتحتاج انه تمسكوها زي ما شايفين هاند فري، بس بتحطوها في البرا او في الملابس الداخلية من جوا يعني. اللي بعده اللي عندي اللي هو هاند بلندر دي، فيها كم حاجة تقريبا 7 in 1. فيها كم حاجة جوا يعني عرفتوا، فيها كبة وفيها مضرب مفراكة وفيها مضرب بيض وفيها مضرب تاني كده للنسكافيه وللفوم وكده. وفيها كسارة بتاعت تلج كمان. فيها كم حاجة في حاجة واحدة يعني، عشان كده حبيتها وجبتها. صراحة كان عندي واحدة زي دي باللون الأحمر، هي كبة، فما شاء الله يعني الرجال لما يخش المطبخ يقدر يساعدك في حاجة بسيطة. كنت عايزة أفرم طعمية ولا حاجة، كنت له بيساعدني. دخل 5 دقايق ما خربوا لي القلب بتاعها، بس الحمد لله رب العالمين مساعدة الرجال. الله يديم العافية. عشان كده اضطريت اجيب واحدة تانية. والله دي كانت عجباني يعني ظريفة وجديدة، وما استعملتها كتير يا جماعة، باظت كيف الله اعلم. ان شاء الله يسترني على دي غاية، بس ان شاء الله ربنا يخليها لي ما تقوم تبوظ لي طوالي. اللي هو كان الباظ القلب الزي ده زي دي شايفينها. فده لما يبوظ مشكلة يعني تاني، خلاص باعتبار الميكسر كلها هتبوظ. دي كسرت التلج تقريبا زي ما شايفين كده، هو ده الموز بتاعتها اصلا. فحلو شديد ظريفة حبيتها يعني. احلى حاجة انه الكبة دي شايفينها كبيرة، يعني ما كان حجمها صغير. ديك شوية كانت حجمها اصغر من دي اللي باظت. فلكن يلا كله لخير اهو، عشان اجيب واحدة اكبر منها في المقاس كمان. تمام. اللي بعده في السكيمر ده، او الجهاز بتاع البخار ده، او الحلة بتاعت البخار دي. طبعا الناس كلها الفترة دي الترند بقى الأكل الآسيوي وحاجات زي دي. أنا أصلا بحب النودلز يا جماعة، الإندومي مدمن عليه، وأنا وعيالي كمان هسه على الدرب سايرين. الحمد لله. بس الأمومة تبكي بالجانب يعني. فحبيت
اجيبها عشان اطبخ بها البخار، بالبخار هي طبعا بتشتغل يعني، عشان اطبخ بها الخضار واعمل بيها دامبلينج، وهعمل بيها وصفات كتيرة يعني. اوريدي في وصفة هتنزل قريب بعد الفيديو ده ان شاء الله في تيك توك، تابعوا شوفوها هناك. انا هنزلها لكم بعد الفيديو ده يعني بفترة، لانه عندي فيديوهات كتيرة قاعدة منتج فيها، ما عارفة هينزل اللي بعده ولا اللي بعده. فدي الحاجات اللي جات معاها. كنت بوريكم الغطا هنا، و حاجات الصوص دي اللي جو معاها 2، وجات معاها جوب ستيكس، وجا معاها الورق دي. وزي ما شايفين هي طبقتين يعني، بتحطوها في اي حلة او في طوة ولا حاجة، وتكبوا شوية مويه وتخلوا الحاجة بتاعتكم تستوي بالبخار. صحية ومريحة وعملية جدا يا جماعة، ما بتاخد معاكم اقل من 7 دقايق 8 دقايق بالكتير حسب الحاجة اللي انتوا بتطبخوها. حلوة حبيتها. اللي بعده زي ما شفتوا شحنات كتير، عشان كده بحاول امشي بسرعة. دي هنا كان عندي اللي هي فرشة بتاعت اسنان للنيو بيبي وكده. فاللبن بيكون يا جماعة قاعد في اللسان، فجبت الصعنونة بتاعت الصباع دي، فتشتها في الصيدليات، ما لقيتها في النهاية بعد التعرف لقيتها في امازون. ودي كمان فرشة حبيتها حقت سيليكون، دي هي اللي انا قاصدها لكم حقت الصباع دي، عشان ننضف بيها خشم البيبي وكده من اللبن ما يعمل طبقات يعني. حلوة جربتها. دي هنا كتب اكتيفيتيز جبتها عشان الاجازة جاية وكده، وصراحة انا جبتها للاجازة لكن العيال ما بينتظروا ذات، بس انتهوا من نصها يعني. جبت لهم كتب وكده عشان يلونوا ويشغلوا بيها وكده. فما شاء الله، واحد لأحمد واحد لفايزة. أحمد الكتب بتاعته كلها بوظها، فاضطريت أجيب كتب تانية يعني. الحمد لله لسه الإجازة ما جات، وإحنا قرضنا نص الكتب يا جماعة. قرضنا يعني انتهينا من دي غير الناطقين بها. شفتوا أكيد الأداة دي يا جماعة. دي اللي بعده، اللي هو كان في الفترة اللي فاتت دي ترند في تيك توك، انه الناس بتعمل بيها تسويق وكده، اللي هي حقة السمبوسة دي، او بالاصح هي حق الدمبلينج، لان هي الصينيين وشرق اسيا عموما بيعملوا الدمبلينج. اللي هي هعملها يوم معاكم، وهعملها هسويها معاكم بالسكيمر اللي قبل هو شفتوها دي زي ما شفتوا هي جات معاها كمية من الاكياس، ومعاها العلاقة دي عشان تتعلق في الحيط في المطبخ، وفي الحديدة دي عشان تتركب فيها. دي اكياس كنت بوريكم هنا، انه بعد ما تعملوا الحشوة والفطاير اللي دارين تعملوها بتحطوها فيها وتفرزنوها عادي في الفريزر يعني. اللي هو دي شكلها شكل الجزرة، حبيت الوانها كيوت كده ظريفة. ده راس الجزرة طبعا الوقع ده اللي كنت ماسكاه ده. ودي الطويلة دي اللي بتحطوا بيها الحشوة وتظبطوا بيها يعني. شايفين اللي كنت بركب فيها هنا معاكم، شكلها كيوت صراحة حبيت. والكواليتي بتاعتها حلوة. انا افتكرت ان البلاستيك بتاعها هيكون خفيف، لكن هو صراحة مناسب يعني، الكواليتي بتاعته حلوة شديد. اللي بعده عندي الطاجن بتاع الحلل ده. صراحة يا جماعة انا كنت ملوزة من ان انا اشتري حلل من امازون، انا كنت خايفة من الجودة، لانه فتشت وكان يعني ريفيوهات كعبة شديد. فانا بنصحكم قبل ما تشتروا حاجة تعملوا ريفيو، لانه دي الحاجة الوحيدة اللي الحلل الوحيدة اللي كانت يعني الريفيو عليها كويس وكده، والحمد لله فعلا ما خذلت يعني. جربتها يا جماعة، وحلو شديد يعني، فعلا ما بتلصق، والحديد بتاعها تقيل، وبتشتغل في السطح بتاع الكهرباء بتاع البوتاجاز. الكهرباء سريع يعني، كنت خايفة انها تكون بطيئة. احلى حاجة انه كمان ما اخذت وقت كتير في انها تصلني، لانه انا مشتركة في برايم، فبتصلني المنتج في نفس اليوم يعني. عرفته في نفس اليوم اذا هو متاح، او اذا اليوم التاني اذا هو ما متاح يعني في الستور عندهم. فدي حاجة حلوة شديدة. عشان كده الفترة اللي فاتت انا كنت مدمنة على حاجة اسمها امازون، في الليستة بطريق امازون. فدي كانت الشحنة الوحيدة اللي ما فتحتها معاكم يعني، تراكمت، فحبيت افتحها معاكم في فيديو. لكن في حاجات كتير انا اشتريتها اوريدي، فلو حابين ممكن اوريكم حاجات انا جبتها من امازون وطلعت ظابطة شديد يعني. وبس دي كانت حاجاتي لليوم. حبيت افتح معاكم اخر شحنة تراكمت عليا. صراحة انا بتوصلني يعني تقريبا يوميا حاجات من امازون، لان انا مشتركة بالبرايم، فبتصلني في نفس اليوم اللي بطلب فيه، او تاني يوم بالكتير اذا ما متوفرة. فكنت الفترة اللي فاتت مدمنة على امازون جدا يعني، عرفتوا، لان في حاجات كتيرة محتاجة لها. لو حابين اوريكم حاجات انا جبتها من امازون استفدت وطلعت حاجة ظابطة شديد منها، وروني عشان اعمل لكم في فيديو جديد. هنا كنت بوريكم ان الحاجات دي هتنزل عنها ريفيو في تيك توك، فتابعوني على تيك توك. هخلي لكم الروابط بتاعته كلها في صندوق الوصف. ما تنسوا كمان الاشتراك في قناتي الاولى للطبخ. ولحد ما الاقيكم في فيديو جديد اقول لكم في امان الله، سلام.